لو عايزة جسمك يفضل يحرق دهون حتى وانت نايمة، ركزي مع الثلاث حاجات دول. أول حاجة، توقيت الأكل. الأكل قبل النوم مباشرة ممكن يزود الجوع عند بعض الناس ويأخر على جودة النوم، وده بشكل غير مباشر بيأخر على تنظيم الوزن. لكن المهم نفهم إن الحرق مش بيتحول سويتش، الموضوع كله مرتبط بإجمالي السعرات خلال اليوم. تاني حاجة، النوم. قلة النوم ليها تأثير واضح على الهرمونات، بتقلل هرمون الشبع ليبتين وبتزود هرمون الجوع جريلين، وده معناه إنك اليوم اللي بعده غالباً هتجوعي أكتر وهتختاري أكل أعلى في السعرات بدون ما تاخدي بالك. تالت حاجة، المغنيسيوم. هو مش حارق دهون، لكن دوره مهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم عند بعض الناس، وده بيساعد بشكل غير مباشر على تنظيم الشهية والطاقة في اليوم اللي بعده. عاداتك لما بتظبط، الهرمونات والنوم بيتظبطوا، وده اللي بيأثر على الوزن على المدى الطويل. لو عايزة تفهمي جسمك بيشتغل ازاي بشكل علمي، ما تنسيش تعملي لايك وفولو علشان يجيلكم كل جديد.